السلام عليكم. أنا شاب عندي 25 سنة وخاطب بقالي 6 شهور، وبصراحة كنت حاسس إن ربنا كرمني بخطيبتي دي، بنت محترمة جدا وبنت ناس، بينا حب وتفاهم. عمرنا ما علينا صوتنا على بعض ولا دخلنا في مشاكل كبيرة، ودايما في احترام وحب ومودة وفي نية خير كده. كنا متفقين إن الجواز بعد سنة بالكتير، وكل واحد فينا بيجهز على قد إمكانياته، وحلمنا واحد: بيت هادي مستقر. لحد ما حصل موقف قلب كل حاجة. حماية مسافر على طول طبعا بحكم شغله، وبيتهم مفيش الا حماتي وخطيبتي بس. من يومين حماتي كلمتني في التليفون، وصوتها كان غريب كده شوية، وقالت لي: أنا محتاجة أشوفك ضروري جدا، في موضوع مهم جدا لازم أتكلم معاك فيه. قلت لها: حاضر. طبيعي يعني أم خطيبتي وأكيد في حاجة تخص الجواز. بس اللي خلاني أقلق بقى إن هي قالت لي: ما تقولش إنك جاي ولا حتى لبنتي. الكلمة دي دخلت قلبي زي السكينة. ليه ما أقولش؟ ليه في سر؟ ليه الموضوع لازم يبقى كده في الخفا؟ أنا مش عارف. حاولت أقول لنفسي يمكن مش عايزة تقلق مثلا خطيبتي، يمكن في مشكلة بسبب الجواز، يمكن عايزة تفاجئها بحاجة حلوة، يمكن في مشكلة عائلية عايزة تدخلني فيها. لبست ونزلت على طول، وانا في الطريق قلبي مش مطمن كده وخايف ومرعوب، ودعيت ربنا في سري: يا رب استر، يا رب عديها على خير، يا رب يبقى الموضوع بسيط. وصلت البيت وطلعت وخبطت، فتحت لي. اول ما دخلت حسيت كده ان في حاجة غلط. لبسها كان غريب، مش اللبس اللي بتطلع بيه قدامي وانا عندهم. طريقة كلامها مش طبيعية، ابتسامات زيادة عن اللزوم، نظرات كده مش مريحة. قعدت وانا متوتر جدا ومستني تقول الموضوع بقى بسرعة. بدأت تتكلم معايا عن الجواز وعن الرجالة وعن الستات وعن العلاقات الخاصة جدا. كلام ملوش أي 30 لازمة، ولا يطلع من ست في سنها ولا حتى في مكانها. كنت قاعد سامع ومكسوف جدا ومحرج، ومش فاهم بقى الكلام هيودينا لحد فين. وبعدين بدأت تدخل في مواضيع شخصية جدا، وتسأل أسئلة ملهاش أي حق تسألها. ده حتى خطيبتي ما اتكلمتش معايا في الكلام ده. والكلام ده بقى بتقول قال يعني بتنصحني وبتوعيني وبتجهزني للحياة الزوجية، وانا من جوايا مش عارف اعمل ايه، مش عارفة اتكلم ولا عارفة امشي. وفجأة بقى الموضوع قلب، وبدأت تطلب حاجات تغضب ربنا وتعدي كل الخطوط، وكأنها نسيت ان انا خطيب بنتها، ونسيت ربنا ونسيت كل حاجة في اللحظة دي. حسيت بقى ان الارض كلها بتلف حواليا، وقلبي دق بسرعة جدا، ودماغي واقفة مش قادر أفكر. ومكنتش متخيل أبدا إن ده ممكن يحصل في يوم من الأيام، ولا من الشخصية دي خالص. فضلت قاعد ومش عارف أمشي، ومش عارف أتكلم معاه وأخد ودي معاه في الكلام لأن الموضوع يكبر. أنا مش عارفة أعمل إيه. وفجأة تليفوني رن، رحت مسكته بسرعة وكلمت فيه وقلت لها: معلش جات لي مكالمة ضرورية ولازم أمشي. وفعلا مشيت ونزلت الشارع وانا مش حاسس برجلي، مش عارف انا ماشي في الشارع ازاي. ركبت مواصلات ورحت للبيت وقعدت لوحدي، وقعدت افكر كده: ايه اللي حصل ده؟ انا مش عارف اعمل ايه. هي ازاي وصلت بيها الجرأة ان هي تعمل معايا كده؟ هل اللي حصل ده بجد فعلا؟ انا مش متخيل يا جماعة، ولا حتى بحلم. ده امتحان؟ طب ده حذير، ده ابتلاء. انا مش عارف، من ساعتها وانا تايه، مش عارفه اتصرف، مش قادر احكي لخطيبتي عشان ما اكسرش امها قدامها ولا ادخلها في صدمه، ومش قادر اسكت علشان اللي شفته ده كبير جدا وما ينفعش يتسكت عليه، ومش سهل ان هو يتنسى. انا مش عارف بقى اكمل بالوضع ده. بس البنت ملهاش ذنب، وخايفه اتكلم وابقى سبب في خراب بيت. كل يوم اسال نفسي: طب يا ترى لو اتجوزنا هتعامل معاها ازاي بعد اللي حصل ده؟ انا مش عايز افضح حد ولا اتكلم في عرض حد ولا اعمل مشكلة. انا بس عايز اعيش في راحة بال، وضميري بس يبقى مرتاح، وربنا راضي عني. انا دلوقتي واقف في مفترق طرق: طريق السكوت، وطريق المواجهة، وطريق الانسحاب، ومش عارف انهي فيهم الصح. قولولي اعمل ايه. اللي حصل ده اختبار من ربنا، وانت نجحت فيه لما بعدت ومشيت. اول حاجة: انت مالكش اي ذنب في اللي حملت، وما تحملش نفسك فوق طاقتك. خلي التعامل بعد كده رسمي ومحترم جدا مع حماتك، ما تقعدوش في مكان واحد لوحده، ومفيش كلام خاص خالص في الموضوع ده. لو حسيت ان الموضوع ممكن يتكرر او انك مش قادر تكمل وانك مش مرتاح، يبقى ساعتها لازم تنسحب. اكرم ليك وليهم. انت لازم بقى تعمل وقفة مع الست دي وتقول لها ان انت بتعمليه ده ما ينفعش.
لو انتوا بقى مكان الشاب ده كنتوا هتعملوا ايه؟ تسكتوا علشان تستروا على الست دي وما تفضحوهاش، ولا تحكي علشان ترتاح، ولا تنسحب علشان تحمي نفسك؟ مستنية اعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني ان شاء الله في حلقة جاية في مشكلة جديدة، والسلام عليكم.